عبد الفتاح الأسري كان عنده كل حاجة إلا الحاجة الوحيدة اللي كان نفسه فيها أكتر من أي حاجة تانية، ابن يناديه يا بابا. الفلوس كانت موجودة والشهرة كانت موجودة والجمهور كان بيحبه، لكن لما كان الأسري يرجع بيته بالليل كان في فراغ واحد عمر كل الشهرة دي ما قدرت تملاه. ومع اقترابه من 50 بدأ حلم الأبوة يتحول من مجرد أمنية إلى هاجس، لدرجة إنه فكر يتبنى طفل من ملجأ للأيتام، لكن زوجته كانت كل مرة تعطل الموضوع، لحد ما في يوم وهو راجع بيته شاف طفل صغير قاعد على الأرض جنب دكان. طفل محدش يعرف هو ابن مين ولا جاي منين ولا ليه اتساب في الشارع. الأسري بصله وقال تحب تعيش معايا؟ والولد ده قاله الأسري أخده معاه البيت، لكن زوجته ما قبلتش، وبعد ساعات قليلة الست اللي عاش معاها الأسري سنين حطت هدومها في شنطة وخرجت من البيت. لكن ايه اللي وصل الحكاية للدرجة دي؟ وليه حلم بسيط زي ان عبد الفتاح الأسري يبقى أب كان بداية سنوات من العذاب في حياته؟ دي الحكاية من أولها. بعد نجاح عبد الفتاح الأسري في فيلم مبروك رجع تاني لبيته الأول المسرح، ورجع لفرقة نجيب الريحاني عشان يقدم معاه واحدة من الروايات اللي كانت بتضحك الجمهور جدا، لو كنت حلوة. لكن بعد فترة نجيب الريحاني مرض مرض شديد واتنقل للمستشفى، وأول ناس زاروه كانوا أقرب الناس ليه، وكان من بينهم صديقه بديع خيري، وبعده عبد الفتاح الأسري. والأسري ما كانش بيزوره مرة وخلاص، كان بيروح له مرتين كل يوم، الصبح والمساء. والسبب الريحاني نفسه كان عايزه يجي، وفي إحدى الزيارات دار بينهم الحوار اللي يكشف قد إيه العلاقة بينهم كانت مختلفة. الأسري دخل عليه وقال له بشكل ساخر قول لي بقى، هما الحكمة وصفوا لك عبد الفتاح الأسري صباحا ومساء مع العلاج ولا ايه؟ الريحاني ضحك وقال له ان عبد الفتاح هو الممثل والإنسان الوحيد اللي بيقدر يضحكه. والأسري طبعا ما سابش فرصة الهزار، اتاريك مستحل القعدة في المستشفى، ما يلا بقى فضها سيرة، انت بقيت زي الحصان اهو. الريحاني طمنه انه راجع المسرح، لكن الأسري كان مستني منه حاجة تانية، فقال له صحيح يلا بقى، المسرح وحشنا يا أخي ومن غيرك ملوش لازمة. الريحاني رد إنه راجع، لكن مش مسرح، سينما. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياة الأسري. ما إن تعافى نجيب الريحاني بدأ تصوير فيلم سي عمر من تأليفه وإنتاج استوديو مصر بمشاركة بديع خيري وإخراج نيازي مصطفى. الفيلم حقق نجاح كبير، والأسري نجح بشكل خاص في إنه يلفت نظر الجمهور، لدرجة إن الناس في الشارع بقت تناديه باسم الشخصية المعلم ساطور. والنجاح ده كان بالنسبة له بداية مرحلة جديدة، وقرر بعدها يحتفل بطريقته، فتمم زواجه من فريدة، فتاة من أسرة ميسورة الحال كانت عايشة في المنيرة، والزواج وقتها كان فتحة خير عليه. العروض بدأت تنهال، والمخرجين والمنتجين بقوا عايزينه، والفلوس زادت والشهرة كبرت، والأسري بقى يشتغل بكل قوته عشان يوفر لبيته حياة كريمة وبنفس المستوى اللي كانت زوجته متعودة عليه في بيت والدها. يعني من الناحية المادية الدنيا كانت بتضحك له، لكن في شيء واحد كل ما الدنيا كانت تديه أكتر كان هو بيحس إنه ناقص أكتر، طفل. الأسري اكتشف ان كل الفلوس اللي بيكسبها وكل النجاحات اللي بيحققها مش قادرة تعوضه عن انه يبقى اب، خصوصا ان الاطباء وفقا للروايات اللي تناولت سيرته اكدوا ان مفيش سبب يمنعه من الانجاب. وده خلى السؤال يبقى اصعب، طالما مفيش سبب طبي ليه مفيش طفل؟ كان قلبه بيخفق كل ما يشوف طفل، وكان يفتكر والده اللي كان نفسه يشوف حفيد يحمل اسم العيلة. والأسري وقتها كان بيقرب من 50، فالموضوع بدأ يؤرقه ليل ونهار، وفي محاولة انه يهرب من التفكير غرق اكتر في الشغل. لكن الشغل ما كانش كفاية، وقبل نهاية سنة 1947 حصل شيء كان بالنسبة للأسري تحقيق لأمنية قديمة لوالده. والده كان نفسه يشوف أم كلثوم ويصافحها،
والأسري محققش ليه الأمنية دي بس، ده كان بيقعد مع أم كلثوم ساعات طويلة أثناء تصوير فيلم فاطمة في استوديو مصر. كانت بتطلبه في غرفتها أثناء فترات الراحة، تسمعه وتضحك من كلامه. يعني الراجل اللي بقى معروف عند الناس وبقى قريب من كبار نجوم عصره كان بيحقق أمنيات والده واحدة ورا التانية، لكن أمنية واحدة هو نفسه ما كانش قادر يحققها. كان عنده حوالي 50 سنة ولسه مفيش ابن. الأسري ما كانش عايز يطلق زوجته وما كانش عايز يتجوز واحدة تانية، كان بيحبها. فقال طب ما تبنى طفل يتيم يربيه يكبر قدامه ويملى البيت. اتكلم مع زوجته وهي وافقت، لكن على مضض، وكل مرة كان بيقول لها يلا نروح الملجأ. كانت تظهر مشكلة، مرة ظرف، مرة حجة، مرة تأجيل، لحد ما الأسري مل ومع الوقت بدأ ينسى الموضوع. لكن القدر ما كانش نسيه. رغم نجاحه السينمائي المسرح فضل جواه، لكن نجيب الريحاني نفسه ابتعد عنه بسبب حالته الصحية واتجه أكتر للسينما. والأسري اللي ما كانش بيعرف يقعد من غير شغل بدأ يقبل أي عمل يتعرض عليه، حتى لو دور صغير، حتى لو مش مناسب لتاريخه، حتى لو مجرد مشهد. كان المهم عنده انه يشتغل. ظهر في فيلم أحب الرقص والصيت ولا الغنى وطلاق سعاد هانم. وفي سنة 1949 زاد الطلب عليه أكتر وتعاقد على 5 أفلام. لكن قبل ما يبدأ تصوير فيلم الرابع جاله الخبر اللي هز حياته: نجيب الريحاني مات. بالنسبة للأسري الريحاني ما كانش مجرد أستاذ، ده كان الراجل اللي فتح له الباب الحقيقي للشهرة، اللي اداله أدوار، واللي آمن بموهبته، واللي ساهم في صناعة الاسم اللي الجمهور عرفه. وعشان كده رحيله كان صدمة قاسية جدا، وحزن الأسري عليه بشدة وبكاه بكاء مرير. لكن الموت فتح جرح تاني جواه. الريحاني رحل، ورغم كل التاريخ اللي سابه ما كانش فيه ابن يحمل اسمه. وساعتها رجع السؤال يضرب في دماغ الأسري: وانا هسيب مين بعدي؟ الأسري رجع لفكرة التبني. المرة دي كان مصمم. راح لزوجته وقال لها لازم نروح ملجأ الأيتام، والمفاجأة انها وافقت وتحدد اليوم. الزوجين كانوا أخيرا هيروحوا يختاروا طفل. لكن الأسري ما وصلش الملجأ أصلا، لأن في طريق رجوعه للبيت حصل شيء غير كل القصة. كان الأسري معدي على دكان الحاج فرحات القريب من بيته عشان ياخد طلبات البيت كعادته، وفجأة شاف طفل قاعد معرفص جنب الدكان. الولد ما كانش كبير، كان حوالي 12 سنة، قاعد في البرد لوحده. الأسري وقف وقال: مين ده يا عم فرحات؟ الراجل قال له إن الدنيا مليانة بلاوي. الطفل ظهر من كام يوم جعان ومش عارف أبوه ولا أمه. الحاج فرحات رقله وأكله واداله الهدوم اللي عليه، وسأل أهل المنطقة إذا كان حد يعرفه، لكن محدش عرف. فخلاه يشتغل معاه في الدكان، وفي الليل ينام جوه الدكان. الأسري اتضايق جدا وقال له ده طفل مش حمل يشيل ويحط. وبعدين بص للولد: اسمك ايه؟ الولد رد: مسعود. الأسري سأله: تحب تعيش معايا؟ الولد قال له: اه. وهنا الحاج فرحات اعترض: ازاي يدخل طفل مجهول بيته وهو ما يعرفش عنه اي حاجة؟ لكن الأسري كان شايف حاجة تانية، كان شايف طفل ممكن الشارع يضيعه وممكن يتحول في المستقبل الى لص او مجرم. وقال ان عنده بيت كبير ومفيش عنده اولاد، والولد ممكن يعيش معاهم. وهنا الأسري اخد قرار من قلبه مش من عقله، قرر ياخد مسعود معاه. لكن المصيبة كانت مستنياه في البيت. الأسري رجع البيت ومعاه مسعود، وكان متوقع ان وجود الطفل يكون بداية حلمه القديم. لكن زوجته ما فرحتش، هي كانت وافقت بصعوبة على فكرة طفل صغير جدا من الملجأ. لكن مسعود كان عنده 12 سنة، طفل في سن الصبا، وده شيء هي ما كانتش مستعدة له. بدأ الخلاف. هي قالت ان الطفل ما ينفعش يفضل في البيت، وهو أصر انه يفضل. هو كان شايف الموضوع من الناحية الإنسانية، مش بس لأن نفسه يبقى أب، لكن لأنه شاف طفل مرمي في الشارع وما قدرش يسيبه. لكن الخلاف بينهم بدأ يكبر لحد ما زوجته حطته قدام اختيار واضح: يا أنا يا الولد.
الأسري ما خدش كلامها بجد، افتكر انها بتضغط عليه بس، وانها في الاخر هتتراجع، لكن هي كانت حسمت قرارها بالفعل. في اليوم اللي خرج فيه الأسري مع مسعود عشان يشتري له هدوم وجزم وحاجات جديدة، كانت زوجته في البيت. فتحت الدولاب، جهزت شنطتها ولمت هدومها ومشيت. الأسري رجع، والبيت اللي كان المفروض يبقى فيه الطفل اللي حلم بيه سنين بقى فجأة من غير زوجته. والأخطر إن الحلم اللي كان فاكر إنه أخيرا بيحققه كان هو نفسه السبب في أول شرخ حقيقي في حياته الزوجية. لكن السؤال الحقيقي هنا مش ليه زوجته سابت البيت، السؤال الأخطر إيه اللي حصل بعد كده؟ هل الأسري ندم؟ هل رجع زوجته؟ وهل مسعود فضل معاه؟ ولا الطفل اللي دخل بيته بدافع الرحمة كان بالفعل أول حلقة في سلسلة من الأحداث هتحول حلم الأبوة إلى سنوات من العذاب؟ لأن قصة عبد الفتاح الأسري لسه ما بدأتش أصعب فصولها، واللي جاي هيكون أقسى بكتير. نكمل في الجزء التاني.